السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصحابي اللي بره مصر وجوه مصر. طبعا مع قناتي اللعبة الحلوة مع محمود سلام. طبعا عايز اقول لحضرتك على حاجة، الاهلي يضرب موعد مع باتشوكا المكسيكي يوم السبت. طبعا حضرتك شفت الماتش امبارح، الاهلي هيضرب مع باتشوكا يوم السبت، مش هيضرب هيضربه يعني الاهلي هيلعب مع باتشوكا يوم السبت. طبعا ايه، حضرتك شفت الماتش امبارح. طبعا الله يكون في عون كولر، الفرقه سريعه غير اللي احنا لعبناها من 2008، فرقه سريعه جدا. واسامه الدربيسي اللي هو المغربي ده لعيب جدا. طبعا شوف عمال يرقص هنا هنا وكل سنه وانتم طيبين. بس ان شاء الله الاهلي معانا، وان شاء الله الاهلي يعمل حاجه على كاس التحدي. طبعا الناس كلها بتقول لك اللي في امبارح ده المكسيك خدت كاس، ده جايبينه من العفش من عتبه ولا من الجيزه. لا، المكسيك طبعا خد كاس امبارح، بطل امريكتين. باتشيوكا خد كاس بطل امريكتين، ويلعب يوم السبت مع كاس التحدي مع النادي الاهلي. كاس التحدي ب 4 مليون دولار اللي هو بتاع يوم السبت. طبعا كولر النهارده طبعا دخل الصحفيين النهارده في الميران. طبعا ساعه واحده بس الصحفيين صوروا اللعيبه، وبعد كده قال لهم انا عايز ميران سري عشان خاطر طبعا اللعيبه تركز. اللعيبه كلها مركزه جامد، حتى اشرف داري اللي لعب في قطر ساعه كاس العالم قال لك انا اول ما اشوف اجواء زي كده، يعني اتمنى ان ابقى اشارك في المباراه. الناس كلها تقول اشرف داري، يعني حتى اشرف داري لسه ما كملش سنه مع الاهلي، حاسس ان هو هيعمل حاجه ان شاء الله مع الاهلي. وطبعا اكرم توفيق ورامي ربيعه. رامي ربيعه طبعا اتكلم مع كولر قال لك احنا هدفنا ان احنا نفرح جماهير مصر وجماهير النادي الاهلي بكاس التحدي. اللهم صل على سيدنا محمد. انا قلت لكم امبارح على اكرم توفيق. طبعا رفض بيراميدز والموضوع اتقفل خالص، قال لك انا مش زي رمضان صبحي، انا ابني قاعد ومش ماشي. طبعا خلاص موضوع اكرم توفيق اتقفل ومستمر مع النادي الاهلي. الاهلي طبعا هيشتري محمود حسن تريزيجيه من ترابزون التركي. خلاص الموضوع اتحسم، والايام اللي جايه الموضوع هيخلص. ليه؟ لان احنا عايزين محمود تريزيجيه. الاهلي طبعا عارف ان محمود تريزيجيه بيلعب جناح، وطبعا مع الفرقه اللي الاهلي هيجيبها طبعا هيدوا قوه ضربه كده. خلاص الموضوع كان هيوجع عرق، لا الاهلي هيشتريه خالص من ترابزون التركي كده. خلاص محمود الخطيب قال لك احنا مش هنسيب ياخد عرق، احنا هنشتريه. طبعا ده ابننا واحنا اللي بعناه، احنا هنجيبه تاني، يعني هنجيبه في حضننا تاني. طبعا محمود حسن تريزيجيه لا خلاف عليه طبعا. طبعا نتكلم بقى اخواتي واصحابي وحبايبي، رحيل جوميز. جوميز طبعا يعني عمل حاجه، يعني يعتبر هي عار بصراحه، يعني بصراحه اللي عامله كده عار. دفع من جيبه فلوس يجيب للعيبه في الاتوبيس ازاز ميه في رحله نيجيريا، من جيبه الشخصي دفع فلوس. يعني ما فين النادي وفين يقول لك احنا معانا فلوس وخدنا مش عارف من الاهلي كاس السوبر وخدنا منه فلوس، فين الفلوس؟ تخلوا اللعيب الراجل يدفع من جيبه فلوس عشان يجيب ميه للعيبه. خد يا ابو واحد هات فلوس هات ميه، خد هات ميه. ده سبب رحيله، وكمان واحد يخبط عليه عادل ايجار. يعني انا مش عارف، يعني جوميز فضح الدنيا. ده حسين لبيب اللي كان راح يقول له معلش احنا عايزينك تقعد معانا والعقد هنزودك الفلوس، بدل ما تاخد 65,000 دولار هنخلوا لك 85,000 دولار، وممكن السنه اللي بعديها هوصلوا لك 100. وكان المفروض ان في 4 لعيبه في الزمالك في مشاكل عشان يقعدوا معاه ويخلصوا الاربعه مع جوميز. اللعيبه اصلا ما حضرتش، يعني اللعيبه اللي كانت هتقعد مع جوميز ما حضرتش. ده سبب تاني رحيل جوميز، اللعيبه ما جاتش. يعني حتى اللعيبه مش مهتميه بالاداره، ما جوش. قال لك يا كابتن كان له طبعا مع جوميز، قال لك احنا بقالنا 4 شهور ما بيقبضوش، مفيش فلوس في الزمالك. طبعا ايه الايام اللي جايه هتسمعوا مشاكل كتير، مفيش فلوس. مستحقات طبعا ما فيش. طبعا اللعيبه ما راحتش، وجوميز طبعا قال لك ايه ده ما فيش فلوس، وادفع فلوس من جيبي عشان اجيب لهم ميه. وكمان عندهم كمان يعني حتى يروح نادي الزمالك حتى سخان اللي بيستحموا فيه اللعيبه السخان بايظ، ما فيش سخان. يعني حتى السخان حتى مش بايظ، ما فيش سخان حتى اللي يستحموا فيه. يعني انا مش عارف يعني اقول لك ايه، يعني جوميز والسخان والميه. انا مش عارف والله يا جدعان، انا مش عارف ده الزمالك ده على الله. طبعا بعد ما بخلص المباراه جوميز بيخش عشان ياخد شاور زي اللعيبه، مفيش سخان، مفيش سخان كهرباء، مفيش ولا حتى كهرباء ولا ميه ولا ميه سخنه. بيروح ياخد دش في الشقه اللي مأجرينها، وقعدت بقاله شهرين الشقه ما بتدفعلهاش ايجار، شهرين.
راح خبط عليه قبل ما يمشي بيومين. راح كابتن حسين لبيب قال له عشان ما تقولش كده اخبار وحشه وتسوق جمهور نادي الزمالك وحدش يزعل منك، ما تقولش الحاجات دي. طبعا قالها بعد ما سافر. ناس تقول لك ده بعت برقيه وبعت لنا وقال لنا انه مشي ليه؟ طب ما مشي من الفضايح اللي عندكم، ولا ميه ولا سخان ودفع فلوس من جيبه. طب ما ناكلكم احسن بقى. اعمل لكم ايه يعني؟ طبعا عايز اقول لك على حاجه، احنا نلم من بعضينا ونجيب لهم سخان كهرباء عشان اللعيبه تستحمى. طبعا على جو الشتاء طبعا هنلم كلنا من بعضينا نجيب لهم سخان، يبقى اللعيبه تاخد فلوسها ونجيب لهم سخان كهرباء، يبقى الزمالك والسخان الكهربائي. والله يا اصحابي انا ما بتريقش على الزمالك، بس دي مشاكل حصلت هو اللي قالها. يعني اللي انا بقوله ده كله ما حدش يقول لي ان انا بقول كده. جوميز فضح الزمالك قال لهم سخان وفلوس، واللعيبه مش اللعيبه مش يعني اللعيبه حتى عشان تقعد معاه ما جاتش. ده سبب من سبب ان هو رحيل جوميز. طبعا جوميز يوم الجمعه الجايه اول ميران للفتح السعودي. ده الجوميز الجمعه الجايه ان شاء الله. طبعا كابتن حسين لبيب ربنا يديله الصحه. طبعا انت عارفين ان احمد مجدي اللي هو ابن النادي مسافر مع جوميز. قال له انت هتدرب ماتش المصري بتاع يوم الاحد، انت مش تمشي هتتدرب ماتش المصري. طب يا عم انا مسافر مع الراجل، لا اقعد درب ماتش المصري. طبعا هو هيدرب ماتش المصري والزمالك في الكونفدراليه يوم الاحد، بعد كده هيسافر معايا يروح لجوميز. طبعا قلت لحضراتكم ان الزمالك حاطط بادج للفلوس بتاعه المدرب اللي جاي. قال لك احنا مش هنعدي ال 65,000 دولار، ده اخرنا اول عن اخر. 65,000 دولار مش هيعدي اكتر من كده. طبعا جوميز طبعا لما بص الناحيه الثانيه عند النادي الاهلي، كولر بياخد 200,000 دولار، يعني بياخد قد ايه مرتين. طبعا فرق شاسع. اما انا ادفع من جيبي واخد 65,000 دولار وكمان 3 شهور ما اقبضش، اقول لهم مش عايز حاجه. طبعا ما فيش فلوس، طبعا سابوا لهم مخدره ومشي. انا بقول لكم كل جزئيه بتاع جوميز عشان ما حدش يقول احنا بنقول كده ايه غلط. طبعا الزمالك حاطط بادج 60,000 دولار للنادي اي مدرب هيجي. طبعا الزمالك اتكلم مع اللهم صل على سيدنا محمد، كلم باسيرو. طبعا هو مرحب ان هو يجي نادي الزمالك. طبعا هو كان بيضرب النادي الاهلي وكان بيضرب فريق نيجيريا. قال لهم ماشي، بس الخلاف كله على الفلوس. وكلموا كوبر وكلموا مساعد كوبر، قال لهم ماشي احنا هنفكر، بس حته الفلوس دي قليله شويه. طبعا هو كوبر عايز ايه 100، الزمالك قال له احنا اخرنا 60 65. اللي موافق على 65 باسيرو، هو ده اللي موافق ان هو يمسك نادي الزمالك. اخواتي واصحابي وحبايبي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده مع اخبارنا. وطبعا قناتي اللعبه الحلوه والسخان الكهربائي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوعى تنسوا السخان الكهربائي. السلام عليكم.